اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. يا رب اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. وإذا مرضت فهو يشفين. المرض معاشر الأحباب قرين الإنسان، مر على الأنبياء وهم صفوة ولد آدم. إن المرض هو الذي لربما بلغنا أعلى درجات التوحيد، بينما الإنسان في حياته معافى غافل ذاهل يتقلب في النعم صباح مساء. يزور يوما طبيب فيقول الطبيب له: أرى أن المؤشرات الحيوية لك قد تغيرت، فلا بد من تحاليل ولا بد أن تحضر لي الأشعة. ثم يبدأ الارتباك في وجهك وفي قلبك، فتعمل تلك التحاليل والطلبات التي يطلبها الطبيب، ثم ينظر ويتفكر ويرد النظر ويجتمع الأطباء وتأتي التحاليل، فيرفع عينه في عينك ويقول: أبو فلان، يحزنني ويؤسفني أن أقول إن بك داء يحار الأطباء من علاجه، وأنه قد سكن بدنك، لا حول لنا ولا قوة في دفعه ولا تخفيفه، هي مسكنات، اذهب وانتظر الموت. سمعها بعض مرضى المسلمين، فخرج البعض من طبيبه وهو زائد في إيمانه وقال: الذي يشفي ليس أنت، الشافي هو الله، البارئ هو الله، المعافي هو الله. والبعض سجد لله حمدا لأنه قد بعد عن الله، فأتاه المرض ليذكره برحمة الله وليذكره بطرق الباب على الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعض المرضى أنينه عبادة ودمعه عبادة ومناجاته عبادة. يوم أن كان سليما ما كان يعرف قيام الليل، يوم كان معافى ما كان يصلي الفجر، يوم كان أن صحته تدب في أواصله ما كان يرحم المسكين وما كان يتذكر في الآخرة. فلما دب البدن في بدنه الداء وتخلى عنه الأطباء وصار العلاج إنما يخفف بعض الأوجاع والأوجاع في بعض الأبدان لا تخف، انكسرت نفسه ورفع العين إلى ربه ورفع اليدين إلى الله ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فسكب الله في قلبه الطمأنينة. البدن يتآكل والمرض يضعضعه والشحوب قد ظهر عليه، ولكن قلبه مطمئن. عندما نتحدث عن الأمراض فنحن نتحدث عن صفوة من عباد الله لما مرضوا حققوا التوحيد. فإن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، معنى ذلك أنه يعلن أنه لا يؤمن بالسبب مع وجوب بذله، لكنه يؤمن بالمسبب سبحانه وتعالى. الله في كتابه بين لنا أن الأنبياء وهم صفوة الخلق يصابون بالداء. ابن مسعود رضي الله عنه كان الحبيب في مرض والحمى أكلت أطرافه، وضع يده على القطيفة التي كان يتغطى الحبيب بها، وله خميصة كان يبللها ويبلل بدنه ورأسه عسى أن يخف الألم والحمى عنه. فلما مس القطيفة فإذا هي تفوح من الحرارة، فسأل الحبيب: إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا؟ قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، لأن الأنبياء أجرهم أعظم من أجرنا. بل في مرض موته كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ويغشى عليه من شدة فيح الحمى، فيسكب عليه من قرب إلى 7 قرب حتى يستطيع أن يقف
ويأتي إلى المسجد فتتكحل عيون الصحابة برؤيته. نعم، الابتلاء قرين الإنسان في الحياة. أتدري لماذا؟ لأن الله لا يرضى هذه الدار أن تكون جزاء العباد المتقين. هذه الدار طبعت على كدر، هذه الدار ما حلت إلا أوحلت. ولذلك الله جل وعلا يبتلي بعض عباده وهو يحبهم. نعم، وهو يحبهم. ولذلك بعض الأدواء في بعض أبداننا بعضهم 20 سنة وهو يأكل العلاجات ويضرب الإبر ويمشي على العكازات ويدفع بالعربات وفي وجهه نور ولسانه لا زال لم يفتر من ذكر الله. والبعض الزكام يقنط ويجزع ويغضب ويلعن ويعترض ولا يقرب منه أحد وهو زكام. والبعض السرطان والأورام حلت ببدنه ومع ذلك لا يزيد عن قول الحمد لله من شغاف قلبه. وإذا قال الأطباء له لا علاج تبسم وقال تقصدون لا علاج عندنا، لكن الله من أسمائه الشافي. سأذهب إلى الشافي الباري الذي إذا مرضت فهو يشفين. وسبحان الله، كلما تحقق التوحيد في قلب المريض أتاه الفرج والشفاء حتى يحار الطبيب أمامه. رجل صدمت امرأته في حادث سير فتفتت عظمها وما بقي فيها عظمة إلى جوار أخرى، وأدخلت غرفة العمليات والنسبة في الشفاء لا تتجاوز 5%. فلما وقع على الأوراق ذهب ووقف في الملتزم وناجى يا محيي العظام وهي رميم، يا من أحيا عزيرا وقد مات، يا مبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البرلوى، يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنجبت بعد ذلك 7 بطون، أنجبت وعوفيت، وها هي قرة عينه وهو قرة عينها. البشر عندما يتخلون عنك فلأنهم مساكين، الطبيب يعالجك من مرض هو يموت منه ولا يدفع عن نفسه شيء، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك الشيطان قرين بالمرضى. يا دكتور تكفى، يا دكتور مسكين أنت والدكتور، أنت أين التوحيد؟ الطبيب يجب أن تذهب إليه لأن البدن لا تملكه، والله أمرك ألا أن تداووا، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كلها آيات وأحاديث تدلك أنه يجب أن تعالج، لكن قد يعالج فلان فلا يشفى، وبنفس الدواء في نفس الداء يعالج آخر فيبرأ، لأن الذي شفاه هو الله. وعلى قدر التوحيد، أليس الأطباء يقولون إن الشفاء غالبا يكون قريبا من صاحب النفس المطمئنة الواثقة. ولذلك بعض الأطباء يقولون مات بعض المرضى لا بالمرض إنما من الخوف من المرض. وشفي أمراض ومرضى شفوا لوجود قوة نفسية وهي قوة التوحيد. متمالك يعلم أن الذي شفى سيشفيه هو الله،